بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول إعدادي، أهلا بيكم في الدرس الثاني. النهاردة هنتكلم عن تطبيقات النسبة والتناسب. أول درس في تطبيقات النسبة والتناسب. دايما عارفين إن الرياضيات هو مش مجرد علم إحنا بندرسه على الورق، لا دايما بيكون ليه تطبيقات. فالتطبيق الأول معانا في النسبة والتناسب هيكون مقياس الرسم. مقياس الرسم هو من الحاجات المهمة والأساسية اللي لازم نكون فاهمينها، لأن احنا لو بصينا حوالينا في حياتنا اليومية اللي احنا شايفينها هنلاقي إن مقياس الرسم ليه دور كبير جدا في حياتنا، سواء في التليفونات اللي حضراتكم بتشوفوني من خلالها دلوقتي، هو بيصغر لكم الصورة لحد ينفع إن أنت تشوفه في التليفون. طبعا الورق بيكون أكبر من التليفون أصلا، فالتليفون بيعمل مقياس رسم ويصغره لك، او انت بيكون عندك صورة صغيرة عايز تكبرها وتخليها على الحيطة، بتروح تطبعها وتتحكم في حجمها. ده كله من استخدامات مقياس الرسم. عندي هنا بيعرف لي مقياس الرسم، بيقول لي هو نسبة تقارن بين البعد في الرسم الى البعد الحقيقي، والقانون بتاع مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم على الطول الحقيقي. تعالوا نشوف الامثلة بتاعتنا اللي موجودة عندنا لمقياس الرسم. اول حاجة بيقول لي اذا كانت المسافة بين مدينتين 80 كيلو متر والمسافة بينهما على الخريطة 4 سنتي، بيقول لي اوجد مقياس الرسم. كده احنا عارفين ان مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم على الطول الحقيقي. اقول له بيساوي الطول في الرسم اللي هو قايلهولي، اللي انا اقدر استنتجه ان هو الطول اللي على الخريطة اللي هو 4 سنتي، يبقى 4 على المسافة الحقيقية بين المدينتين هي عبارة عن 80. لما اجي اقسم 4 على 80 على 4 فيها الواحد على 4 فيها 20، هتطلع معايا 1 على 20 كيلو. معنى كده ان كل 1 سنتي على الخريطة ده بيمثل في الحقيقة 20 كيلو. خلينا عارفين ان كده 1 إلى 20. هنحتاج دي في المثال اللي بعد ده للتوضيح فقط. المثال التاني عندي بيقول لي صورة لفراشة طولها الحقيقي 2.5 سنتي وطولها في الصورة 2 متر، اوجد مقياس الرسم. اقول له مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم على الطول الحقيقي. اقول له بيساوي الطول في الرسم اللي عندي اللي هو 2 متر على الطول الحقيقي 2.5 سنتي. انا علشان اجيب المقياس الرسم عندي واحس ان انا معايا حاجة اعرف اقراها صح، هحول من متر لسنتي، وعلشان احول من متر لسنتي هضرب في 100. كده بقت عندي 200 سنتي على 2.5 سنتي. طب انا لو عايز اشيل العلامة العشرية دي هضرب في 10، وطالما ضربت تحت في رقم اضرب فوق في نفس الرقم، يبقى بقى عندي 2000 على 25. هاجي اختصرهم مع بعض، على 25 فيها الواحد على 25 فيها 80. كده طلع مقياس الرسم عندي 80 إلى 1. مقياس الرسم بقى 80 إلى 1. قلت لك في المثال اللي فات ركز معايا في دي، وفي المثال ده ركز معايا في دي. طالما في مقياس الرسم 1 إلى 20 الواحد اتذكر الأول، تعرف إن دي مقياس الرسم هنا للتصغير. معنى كده إن أنا راسم خريطة وبصغر المسافات علشان أعرف أشوفها. عكس المثال التاني بيقول لي 80 إلى 1، معنى كده إن أنا بكبر. طالما الواحد ما اتذكرتش في الاول زي هنا يبقى انا ده مقياس رسم للتكبير، ولو الواحد جه في الاول يبقى 1 إلى 20 ده مقياس رسم للتصغير. بيقول لي ان الواحد كيلو متر بتساوي 1000 متر. اي حاجة فيها كيلو علشان احولها للوحدة بتاعتها بضرب في 1000، فالواحد كيلو متر هيساوي 1000 متر، والواحد متر بيساوي 100 سنتي. طب والسنتي الواحد بيساوي 10 ملي. طب لو انا عايز احول مباشرة من كيلو متر لسنتيمتر هضرب 1000 في 100، هتطلع معايا ب100,000.
ندخل على الجزء الثاني في الدرس بتاعنا النهارده، اللي هو ازاي اجيب الطول الحقيقي او الطول في الرسم. انا عرفت الجزء اللي فات ان انا ازاي اجيب مقياس الرسم. تعالوا نشوف المثال الاول. بيقول لي اذا كان مقياس الرسم على الخريطة هو 1/500,000، وكانت المسافة بين مدينتين على الخريطة هي 3 سم، اوجد المسافة الحقيقية بين المدينتين. هقول له الحل: بما أن مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم على الطول الحقيقي. هو هنا مديني مقياس الرسم اللي هو 1/500,000، فبشيله وأقول 1/500,000 بيساوي الطول في الرسم. هو بيقول لي عليه اللي على الخريطة 3 سم، يبقى 3 سم، وهو محتاج المسافة الحقيقية يعني الطول الحقيقي. الطول الحقيقي اكتبه زي ما هو لان انا معرفوش. طالما عندي نسبتين متساويين اعمل بينهم مقص، 1 في الطول الحقيقي بالطول الحقيقي، 3 في 500,000 ب1,500,000. علشان احولهم هقسم على 100,000، 3 اصفار من هنا 3 من هنا، والاتنين دول والاتنين دول هيطلع معايا ب15 كيلو متر. يبقى الطول الحقيقي عندي طلع 15 كيلو متر. المثال الثاني معايا في الجزئية دي بيقول لي إذا كانت المسافة بين مدينتين 24 كيلو متر، فوجد المسافة بينهما بالسنتيمتر على خريطة مرسومة بمقياس رسم 1/400,000. أول حاجة بقول له بما أن احنا اتعودنا إن ال3 نقط اللي تحت بعض دول معناهم بما أن مقياس الرسم بيساوي طول في الرسم على الطول الحقيقي. اشوف ايه اللي هو مديهولي في المسألة بتاعتي. هو مديني مقياس الرسم بيقول لي ان هو 1/400,000. الكلام ده بيساوي، هو هنا مديني ال 24 كيلو دي المسافة الحقيقية، يبقى اشيل الطول الحقيقي واكتب 24، والطول في الرسم انا معرفوش، يبقى الطول في الرسم ينزل زي ما هو. بعد كده هضرب طرفين في وسطين واقول الطول في الرسم هيساوي، اضرب الاتنين اللي قصاد بعض في بعض واقسم على اللي قصاد الطول في الرسم، يبقى 24 في 1/400,000. بس خلي بالك من حاجة صغيرة، ان ال 24 دول هحولهم لسنتي، هم كيلو متر، هحولهم لسنتي، فهضربهم في 100,000، فبدل ما تكون 24 هتبقى 24 او هتبقى 2,400,000. لما اجي اضرب 2,400,000 في 1 واقسمهم على 400,000 هلاقي الناتج معايا طلع 6 سنتي. المثال الثالث، في المثال اللي معايا في الكتاب هنا، كتاب المعاصر صفحة 23، بيقول لي استخدم المسطرة في قياس المسافة بين الأقصر وأسوان على الخريطة التي أمامك، ثم استخدم مقياس الرسم لإيجاد المسافة الحقيقية. هو دايما بيديني شريط تحت كده، الشريط ده هو مقياس الرسم. مقياس الرسم اللي موجود عندي هنا هو 1/160، ده مقياس الرسم بتاعي. أقيس المسافة بالمسطرة ما بين أسوان والأقصر، هلاقي المسافة عندي 2 سنتي، معنى كده إن الطول في الرسم، الطول اللي أنا قيسته دلوقتي بيساوي 2 سنتي. تعالوا نشوف، هو عايز أجيب الطول الحقيقي، أكتب القانون بتاعي: مقياس الرسم بيساوي
الطول في الرسم على الطول الحقيقي. مقياس الرسم اللي احنا جبناه 1/160. خلي بالك دي بالكيلو ودي بالسنتي. كل ده بيساوي الطول في الرسم اللي هو ب2 سنتي. الطول الحقيقي انا معرفوش، اضرب طرفين في وسطين. لما اجي اضرب طرفين في وسطين عموما في اي حاجه، اضرب الرقمين اللي موجودين معايا واقسم على الناحيه المجهوله قصادي. يعني هضرب 2 في 160 واقسم على ده، اضرب ده في ده واقسم على ده. اذا الطول الحقيقي بيساوي 2 في 160 على الواحد. 2 في 160 هتطلع معايا ب320 كيلو متر. إذا المسافة الحقيقية بين الأقصر وأسوان 320 كيلو متر. حد شاطر هيقول لي يا مستر خلي بالك ان المقياس هنا بادئ بالواحد، معنى كده ان المقياس الرسمي المستخدم هو للتصغير. فعلا، لان الخريطة عندي هي خريطة مصر كلها وهو مصغرها لي جدا بحيث ان انا اقدر اشوفها. المثال الرابع معايا بيقول الشكل المقابل يمثل ملعب لكرة القدم بحيث أن كل 1 سنتي في الشكل يمثل 4 متر في الحقيقة. اوجد مساحة الملعب الحقيقية. وهنا مديني طول الملعب 24 سنتي وعرض الملعب اللي هو ب16 سنتي. فالواضح معايا ان الملعب بيكون عبارة عن مستطيل، ومساحة المستطيل هي عبارة عن الطول في العرض. فأنا عايز أجيب الطول الحقيقي وبعد كده أجيب العرض الحقيقي وأضربهم في بعض، هقدر أجيب المساحة الحقيقية للملعب. هقول بما أن مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم على الطول الحقيقي، أشوف مقياس الرسم اللي معايا اللي هو مديهولي، هو يبقى كده كل 1 سنتي معايا في الرسم بيمثل 4 متر. معنى كده ان مقياس الرسم 1/4، هنا سنتي وهنا متر. الكلام ده كله بيساوي الطول في الرسم. انا عايز اجيب الطول الحقيقي، يبقى الطول في الرسم بتاع الطول 24 على الطول الحقيقي اللي انا معرفوش، طرفين في وسطين. اضرب 24 اقول الطول الحقيقي هيساوي 4 في 24 على 1. لا تطلع معايا ب96 متر. بعد كده اجيب اول مقياس الرسم تاني للعرض بقى. مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم على العرض الحقيقي. مقياس الرسم انا قلت ان هو 1/4 بيساوي الطول في الرسم اللي هو بتاع العرض 16 على العرض الحقيقي انا معرفوش، طرفين في وسطين. يبقى العرض هيساوي 4 في 16 على الواحد، هتطلع معايا ب64 متر. اقول له مساحة الملعب هتساوي الطول في العرض هيساوي 96 في 64، كل ده هيساوي 6144 متر مربع. وبكده نكون خلصنا الدرس الثاني وأول تطبيق على النسبة والتناسب مقياس الرسم. الواجب اللي احنا هنحله في الكراسة بتاعة الواجب زي ما احنا متفقين مع بعض هو تمارين 2 من كتاب المعاصر اللي هو صفحة 25. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.